شمس FM بودكاست. استوديو شمس، تعرف شنو صاير وأكثر. رجعنا لكم في استوديو شمس. مرحبا بكم الناس الكل. الانترفيو تو سويت نستقبلوا سي أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري. مرحبا بك. أهلا وسهلا. سي نجيب، 20 مارس 2013 انت على ما نظن كنت في قصر كرتاج، الاحتفال اللي قام به السيد المنصف المرزوقي. الشارع التونسي كيفاش حسيتوا اليوم سي نجيب الشابي؟ والله أنا كنت في الحفل اللي نظمه سي منصف المرزوقي، مشكور بمناسبة هذا العيد، لكن فما شعور عام عند التوانسة بأنه هذا العيد ما عادش عنده الحظوة اللي يلزم تكون عنده. وبالمناسبة هذه أنا شخصيا عشت 20 مارس 56، ونذكر وأنا في المدرسة الابتدائية مدير المدرسة دخل وكان في حالة من التأثر الكبير، وطلب منا باش نحلوا كراس التاريخ، وأملى علينا في هذا اليوم 20 مارس 1956 تنال تونس بلادنا الاستقلال التام إلى آخره. فكانت لحظة تاريخية الجيل اللي ننتمي له عاشها وعرف قدرها. صحيح بأنه هذا الحدث جاء في إطار نزاع كبير أثر برشا على المجتمع التونسي بين الحركة اليوسفية والحركة البورقيبية. اليوم هذا النزاع عنده أكثر من 55 سنة من اللي مر، وبالتالي ما نجموش نعيشوا تحت التأثير متاعه. الاستقلال كان حلم أجيال متعاقبة استشهدت من أجل ناس وقاومت ناس ووقع تحقيقه. واللي ما عاشش في المدرسة والعلم الأجنبي رفرف عليها ويدخل الإدارة، والعلم الأجنبي والجيوش الأجنبية تجول في الشوارع متاع تونس العاصمة في ضاحية أريانا، واللي ما شافش ما معنى استلاب السيادة الوطنية ربما ما يقدرش المكسب اللي حققناه. وما كانش سياسي فقط، لأنه هو نلنا الاستقلال، ولكن في 58 طرحت مشكلة الجلاء وأخرجنا جميع الجيوش الأجنبية من كل المدن، وفي عام 61 كملناها بالحصول على الجلاء من بنزرت، ثم بعد ذلك استرجعنا الأراضي اللي كان في يد المعمرين. كل هذه الأراضي الدولية كانت في يد أجانب، وتبنت الإدارة وتمدت الجسور والطرقات، وقع تسجير البلاد، وقع معناها بناء المستشفيات والمدارس والجامعات. ولا يمكن أن يمحى هذا من الذكرى. يعني بالتالي يلزم الأجيال تقدر المعنى الرمزي. وإذا كان احنا ما عندناش مشترك كتوانسة من نوع 20 مارس وعديد من الذكريات الجمعية متاعنا، شنو اللي يجعل منا احنا وحدة وطنية؟ في الحقيقة هو الآن نمر بإعادة الاعتبار إلى البعد العربي الإسلامي في شخصيتنا الحضارية، وهذا حاجة باهية، لكن الحاجة هذه ما لازمهاش تلغي الخصوصية التونسية. احنا نجم نكونوا أولاد عائلة واحدة وننتميوا إلى دار المزغني ولا دار الشابي ولا اللي لكن كل فرد منا عنده خصوصيته اللي هي ما تنفيش المشترك. وبالتالي لازم نستقر احنا كتوانسة أننا توانسة ننتمي إلى المغرب العربي وننتمي إلى العالم العربي وننتمي إلى الأمة الإسلامية، لكن عندنا خصوصيتنا التونسية. وعلى كل حال حضارتنا ما تنجمش تتوقف عن التطور، ويلزمها تتثاقف مع العصر ومع العالم. به صح. نجيب الشابي، هذايا كان حديثنا شوية على 20 مارس 2013. باش نحكيو توا على حكومة العرايض. سي نجيب الشابي، هل تعتقد أنه الحكومة هذه الحالية تنجم تمثل ولا نلمسوا فيها حل للأزمة السياسية اللي نعاينوا فيها منذ أشهر؟ والله كنت نتمنى، لكن نحب نكون واضح. وقت اللي جاء سي محمد الغنوشي على رأس أول حكومة انتقالية، إيش قال؟ قال راو في شهر جوان عنا انتخابات، وبالتالي البلاد الكل كانت تعرف روحها وين ماشي. وقت اللي جاء سي الباجي قايد السبسي قال رانا ما عادش ماشي الانتخابات الرئاسية، رانا ماشي الانتخابات مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية. أيوة. واتجهت البلاد نحو هذه الوجهة، ثم تأجلت إلى 23 أكتوبر، وتمت الانتخابات في جو آمن وسليم وتتوفر فيه الحرية. أيوة. نحب نسأل سي علي العرايض اليوم بربي، ولا أحزاب الترويكا اللي تشكل الحكومة، بلاي شو اللي يمنعكم باش تقولوا للتوانسة راكم ماشيين نهار 17 أكتوبر ولا 17 نوفمبر ولا 17 ديسمبر الانتخابات؟ خلي البلاد تعرف وجهتها،
والمجتمع الكل يبدأ يعمل على أساس أن يتحضر يستعد لهذا الموعد. هذا العنصر باش يخلي المستثمرين، باش يخلي الشركاء الأجانب، باش يخلي المواطنين، باش يخلي الأحزاب السياسية تعرف تتنحى الضبابية من قدام وجهها وتعرف بلادها وين متجهة. اثنين، شو اللي يمنع حكومة جاءت على أساس باش تهزنا إلى شاطئ السلامة أن تطرح مشكلة الأمن؟ يعني احنا أكبر تحدي نعيشوه هو مشكلة الأمن. اغتيال لطفي بالعيد راهو ما هوش حادثة معزولة. سامحني نجيب، شنو المقصود بطرح مشكل الأمن؟ لأنه ورد في أولويات هذه الحكومة معالجة المشكل الأمني. ويا أخي ما وردش في كلامها زاد على أساس أنه أن تقوم الانتخابات في آخر العام. ما يحبوش يلتزموا بأشياء دقيقة، يحبوا يخليونا في العموميات. وقت اللي نوصلوا لك المرحلة يقولوا لا باش نزيدوا عوايم وباش نزيدوا عوايم إلى آخره، وباش نقعدوا في نفس الضبابية والفلوكة متاعنا تغرق. فمطلوب مثلا اليوم السيد رئيس الجمهورية تكلم على روابط حماية الثورة. احنا جايينهم تو سويت سي نجيب، نرجعوا للنقطتين هذوما بربي. الرزنامة وقع فيها شبه اتفاق، لكن حسب ما فهمت أنه الجمهوري يحب حاجة ملزمة. بالطبع يا أخي أنا شخصيا وقت الأحزاب صحت اتفاق على أساس الدستور لمدة عام، استدعتني موزايك يوم 19 سبتمبر وهو البيان يوم 15، ورغم اللي وقتها البي دي بي مسح فيه قلت لهم راو هالورقة هذه ما تلزم كالناس اللي صدقوها. راو مادام ما فماش قانون ملزم راو ما فماش تاريخ واضح. وطلبت وقتها بإجراء استفتاء في يوم الانتخابات التونسي يحط ورقة إي ولا لا تحب مجلس تأسيسي. أنا كنت نراه لمدة 6 أشهر يشتغل فقط على دستور وحكومة الانتقالية تستمر إلى شهر مارس. وعرضت هذه الفكرة وقتها من قبل الكثير، رفضت ووقع تكفيرها أصلا أنه التفاف على الإرادة الشعبية. وفي الحقيقة من كان يريد أن يلتف على الإرادة الشعبية واللي ما كانش يحب يتقيد بقانون. سي مصطفى بن جعفر جانا كما يقول الفرنسيس على سوفيت، يعني محاولة أولى وقت جاي يصير علي العريض باش يقدم برنامج قال لا بربي خلينا نصوتوا ساعة قبل على الرزنامة. أين الرزنامة؟ تعرضوا كل الكتل ولا أخرى، وبعد ما انتهينا من النظام الداخلي قال به قبل ما نروحوا نصوتوا على الرزنامة. أنا رزنامة يعني شنية قيمتها إذا كان ما هيش ملزمة، إذا كان ما هيش قانون؟ هي دورها الوحيد امتصاص مطلب أو الالتفاف على مطلب. احنا نريد تاريخ معين يوم كذا ويقع إقراره من طرف المجلس الوطني التأسيسي وفي قانون أساسي لا يمكن مراجعته إلا بغالبية الثلثين باش ما يكونش لاستيك في يد الأغلبية تطولوا وتقصروا كيف ما تحب. فبالتالي احنا ما صوتناش وتمر هكا الشيء الغير ملزم ب81 صوت، يعني أكثرهم من حركة النهضة اللي صوتوا. معناها سي بموضوع أنه هذه الرزنامة تكون على شكل قانون أساسي وملزم للجميع، حتى منه كما يقولوا اون بريسيون بوزيتيف لكم انتم للنواب والمجلس التأسيسي باش تلتزموا بالأجال هذه ماشيين فيها وإلا لا سايي. شوف احنا رانا ماناش الناس ننتقد لحب النقد، احنا عندنا اقتراحات. تو السيد رئيس الجمهورية في خطابه ان شاء الله ما تقوليش باش نرجعوا لها زاد باش نسمعك فيما يخص المعارضة حكاية فيما يخص الرزنامة. فيما يخص الرزنامة هو مشكور سي منصف المرزوقي استضاف مسؤولين عن الأحزاب نهار الجمعة الفايت، وطرحت في هاك مأدوبة العشاء هذيك أنه ما نجموش نقعدوا ننتظروا، يلزم القوى السياسية تلعب الدور متاعها، تجتمع حول طاولة مستديرة، وأنه تكون 10 أو 12 مجموعة حزبية المؤثرة في المجلس التأسيسي وتتفق على 4 نقاط. النقطة الأولى تاريخ الانتخابات، الثانية الدستور، النظام السياسي في الدستور اللي هو إلى حد الآن معطل الدستور حاضر، فما النقطة هذه فقط. النقطة الثالثة القانون الانتخابي، والنقطة الرابعة الأمن. ويقعدوا الأحزاب 10 أو 12 الكلهم بدون أي إقصاء نهار 2 3 ويخرجوا بمقترحات للمجتمع التونسي قبل ما نهزوها للمجلس التأسيسي تعرض على المجتمع المدني، على اتحاد الشغل وكل المنظمات وكل الأحزاب الأخرى في يوم وطني للحوار من نوع اللي عملوا الاتحاد في المرة السابقة، ثم ينقل إلى المجلس التأسيسي ويسلم إلى رئيس المجلس التأسيسي. هالشيء هذا أعلن عليه اليوم رئيس الجمهورية، وأنا شخصيا أتمنى بأنه الطاولة هذه تنعقد، وقد ما هي توخر في الانعقاد قد ما هي تدل أن الإرادة السياسية في توضيح الرؤية متاع البلاد والالتزام الجدي باش ننهيوها المرحلة الانتقالية راهي مش موجودة، وبالتالي أي خطاب
حول الانتخابات وأنها تنتهي عام 2013 وكذا، فهو يبقى خطاب أجوف ما لم يتحول إلى اتفاقات جماعية حول مائدة مستديرة تلعب فيها الأحزاب السياسية الدور اللي يرجع لها، وهو القيادة السياسية للبلاد. به سي نجيب شابي، وقت المشاورات على تشكيل الحكومة هذه مطالبكم الأساسية كانت تحييد وزارات السيادة الأربعة وحل روابط حماية الثورة. تحييد الوزارات باش نحكيو عليه شوية، خليك نتوا هيد نسمعوا حول روابط حماية الثورة. اليوم سمعنا نوعين من الخطاب، زوز خطابات نجم نقولوا للسيد رئيس المنصف المرزوقي ولسي راشد الغنوشي. أطلب من كل المنخرطين في روابط حماية الثورة تحويلها كليا إلى جمعيات مدنية تلتزم قولا وفعلا بالإنشاء والإعمار المادي والسياسي والثقافي، وأطلب من الدولة مراقبة التزاماتها هذه بقوانينها المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها ميليشيات مخفية. الرئيس ما دعاش لحل رابط الثورة، وإنما دعاها للانتظام ضمن مؤسسات المجتمع المدني والانتظام في إطار القانون. هذا هو واقعها، هي تقدم نفسها على أنها مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني تلتزم بالقانون، ومن خرج منها على القانون يطبق عليه مثله مثل غيره. استوديو الشمس. أي سي نجيب شابي، تعليق على اللي سمعناه. والله أنا لاني موافق السيد رئيس الجمهورية ولاني موافق الشيخ راشد الغنوشي لسبب بسيط. يعني تسأل القاصي والداني شنو هو دور روابط حماية الثورة في المجتمع التونسي، ستلقى جواب أوحد، هي التصدي للأنشطة السياسية متاع الخصوم السياسيين للترويكا الحاكمة أو لحركة النهضة. يا أخي يلزمنا أمثلة أخرى بخلاف موقعة في تطاوين واستشهاد سي لطفي نقض، يلزمنا دليل آخر غير الدليل متاع 14 متاع 4 ديسمبر والهجوم الشرس اللي وقع على مركز المقر المركزي لاتحاد الشغل. يلزمنا دلال آخر أكثر من الهجوم على اجتماع الجربة اللي قام به نداء تونس وأنا كنت موجود فيه، وقع اعتقالنا واحتجازنا لمدة ساعات طويلة من طرف هذه. هل يجب أن نذكر باجتماع القيروان اللي مش هذا الأخير اللي عملناه، اللي حاولت تعمله الأخت ميا جريبي وجات حماية الثورة هذه وقامت سياج تمنع من يصل إلى هذا الاجتماع وتهدد بالدخول إلى الاجتماع وتفريق من كان موجود فيه. يعني هل ترى احنا حماية الثورة باش نكتشفوها في المستقبل ولا هي عندها تاريخ؟ والتاريخ هذا يدل على شنو؟ اللي هي مش مجموعة، ما هيش جمعية مجتمع مدني، هي جمعية موجودة للاعتداء على الخصوم السياسيين. هذا محرم قانونا وعنده وصف قانوني ما نحبش نرجع له الآن، كل المحامين يعرفوا شنو الوصف القانوني. فبالتالي وقت اللي السيد رئيس الجمهورية يقول نعطيوها موراتوار، نعطيوها مرحلة أخرى باش تنصرف، لا سيدي احنا نحلوها. واعضائها اللي ما همش مورطين في اي جريمه يتفضلوا في اطار حزبهم او في اطار احزاب او في اطار جمعيات يقوموا بهذا العمل الايجابي اللي يتكلم عليه السيد رئيس الجمهوريه. كيف الشيء اللي يقوله السيد رئيس الغنوشي، راهو ما تجيش واحده بواحده، كل مره نشدوا مجموعه. اذا كان هو تنظيم على المستوى الوطني، نشاطه وطني ممركز وهدفه واضح وهو الاعتداء على الناس والاعتداء على حرياتهم، اذا كانت الدوله ما تحميش المواطنين من يريد ان يعتدي عليهم وتحل هذه الرابطات وفقا للقانون وعن طريق القضاء، فمش قاعدين نعمله. معناها شوف شو نقول، يعني أحد أمرين، عندنا إرادة سياسية باش نمشيو الانتخابات هي ما مشات لها تونس قبل 23 أكتوبر في مناخ آمن. قبل كانت الناس كل آمنة على نفسها، ما فماش هالقوة هذه اللي تهدد. كان فما هذه الإرادة، يقع حل هذه الروابط وتأمين الحرية للجميع دون استثناء. وإلى هذه الإرادة مش موجودة، راهي بتكون عندها تبعات خطيرة جدا على استقرار وأمن البلاد. واضح. سي نجيب شابي، فاصل باش نرجعوا نحكيو معاك على تحييد وزارات السيادة على الجانب السياسي، خاطر البعض يرى أنه الحقيقة الجانب السياسي طاغي برشا على حديث الأحزاب الكل، في حين أنه فما جانب اقتصادي كبير. نحب نشوفوا الجمهوري شنو نظرته لمستقبل الاقتصاد في تونس وعديد من المواضيع الأخرى.
استوديو شمس. استوديو شمس اليوم الانترفيو مع سي احمد نجيب الشابي رئيس الهيئه السياسيه للحزب الجمهوري. سي شابي، حكينا المره اللي فاتت على مساله تحديد وزارات السياده، كانوا حاضرين معنا سي عصام الشابي وسي زياد العذاري. الحديث اللي دار انه المعارضه اليوم والجمهوري منها ماهوش عاجبهم حتى شيء، ديما معناتها غير راضين. قلتوا تحييد وزارات السيادة، أتحيدوا اليوم صبحتوا تحكيوا على إعادة النظر في تعيينات وتغيير ولاة إلى غير ذلك. علاش معناها؟ علاش ديما المعارضة عندها ما تزيد؟ باهي، أولا خليني أقول لك أنه المعارضة بالنسبة لنا ما هيش حطانا أعصاب في العجلة كما يقال، وإنما هي محاولة للاجتهاد والضغط من أجل وجود حلول ومخارج. وقت اللي تقول لي هاو وزارات السيادة وقع تحييدها، إذن المعارضة ما كانت غالطة كيف طالبت بتحييده. ما دام استجابت الحكومة لابد أنها استجابت لمطلب مشروع، وإحنا فرحانين اللي صارت خطوة بتعيين شخصيات مستقلة، معنا شك في استقلاليتهم، لكن ما نجموش نكتفيوا بهذا، ما نجموا نحكم عليهم إلا بأفعالهم. ونحب نقول لك الحكومة هذه عادة في العالم يعطيوها 100 نهار الحكومة، أما الحكومة هذه ما عندهاش 100 نهار، لأنه كل المدة اللي باش تبقى فيها هي حسب ما تقول بين 200 و 250 نهار. ما نجموش نعطيوها شطر الوقت وإحنا نستناو. ولذلك المعارضة ما هيش باش تستنى وباش تحاول تدفع، سواء عن طريق الحوار كما كنا نحكيه على الميدة المستديرة، أو عن طريق التحركات الميدانية، وعن طريق الإعلام، وعن طريق المجلس التأسيسي، باش تقع إجراءات تضمن حاجتين: تاريخ واضح ونهائي ورسمي للانتخابات عام 2013، ومناخ أمني نقي يحمي الحريات. بالنسبة للمعارضة هي طالب فعلا بمراجعة التعيينات، لأنه فما حاجة يلزمنا نفهموها في تونس. الديمقراطية هي أنه نعين شخص أو مجموعة أشخاص مش باش يتملكوا الدولة، باش يديروها ويصرفوا شؤون البلاد عن طريقها. وقت اللي مثلا ساركوزي خرج وأعطاه جهاز الدولة الهولند، أعطاه له كيف ما تسلموا من قبله. هذا جهاز محايد تداول عليه الفرقاء السياسيين بدون ما يتملكوه. فإذا كان أنا نعمل الشيء اللي كان يعمل فيه النظام السابق، وهو تعيين الموالين في مفاصل الدولة حتى تولي الدولة مش دولة التونسيين وإنما دولة الحاكم. فين بتنا فين صبحنا. ولذلك احنا باش الدولة تكون دولة التونسيين بقطع النظر على الفريق الحكومي اللي يديرها، يلزم تكون محايدة، وبالتالي يلزم مراجعة كل التعيينات اللي وقعت على أساس الولاء الحزبي وتعويضها بكفاءات إدارية باش تبقى هاك الإدارة في خدمة التوانسة. إلى النهضة تديرها فهي تديرها لفايدة التوانسة الكل، وإذا كانت تتخلى وتسلمها فتسلمها كيما هي تسلمتها، مع أنتو جهاز إداري محايد. بيعنيش أنه الموظف ما عندوش رأي ولا ما عندوش ميول، وإنما في خدمته عنده ولاء للدولة اللي هي دولة التوانسة الكل. فبالتالي هذا مطلب من المطالب، وإن شاء الله نوصلوا نحقوه، وهذا الدور الإيجابي متاع المعارضة. المعارضة بالنسبة لنا راهي منافسة ليست مواجهة. رانا ما نحبوش ندخلوا في مواجهة مع الأطراف اللي هي تحكم، لأنه لو كان لا قدر الله ندزوا البلاد للمواجهة معناته باش ندزوها على حافة الهاوية متاع العنف، وإذا كان لا قدر الله نار العنف كلات البلاد ما يبقى فيها لا الأخضر ولا اليابس. وفماش واحد يحب تونس ويدزها لها الهفوف هذا. ولذلك احنا دائما سنضغط بالدرجة القصوى لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الشرعية للمجتمع، ولكن دون أن ننفي الحوار معها، ويدنا ممدودة باستمرار لإجراء اتفاقات تتحول إلى إجراءات يستفاد منها المجتمع التونسي. سي شابي، المقترح نتاعكم هذايا أنه يعاد النظر في التعيينات وخاصة في المفاصل الدقيقة من الإدارة التونسية وأجهزة الدولة حسب المحادثات. هل يمكن أن يقع الاستجابة لطلبكم هذا؟ والله أعتقد مؤشرات. أنه فما أمل، لأنه هالمسألة هذه في تشكيل الحكومة. تعرف اللي سي علي العرايض ما تمكنش من إقناع أي طرف للدخول مع الترويكا في تشكيل هذه الحكومة، وتعرف اللي الحكومة هذه لم يقع الإعلان عليها إلا في اللحظات الأخيرة من نهاية الأجل متاع 15 يوم، لأنه من جملة المشاكل اللي كانت حتى في وسط الترويكا تتناقش هي مسألة مراجعة التعيينات. فاحنا سننتظر إذا كان بالفعل ما هما
التزموا بها امام التوانسه باش يراجعوا التعيينات هذه، يا هل ترى باش يتم ونكونوا سعداء ان يتم، لانه في ذلك مصلحه للبلاد التونسيه. واذا كان ما تمش كيف ما قلت لك راهي الحكومه ما عندهاش 100 نهار باش تحقق هذه المطالب، علاش من توا تحسبوا 3 على اقصى تقدير، وعلى المجتمع المدني وعلى الاعلام وعلى احزاب المعارضه انه كل واحد من جهته يسلط الضغط المعنوي والسياسي الكافي دون الدخول في مواجهه طبعا، لكن الضغط السياسي الكافي لحمل الحكومه الاستجابه الى ما هي مطالب مشروعه. به سي نجيب شابي نحكيو شويه على الجانب الاقتصادي. انخفاض ترقيم سيادي لبعض البنوك التونسيه، ديون خارجيه قاعده تتفاقم حسب بعض الخبراء. المساله الاقتصاديه شفنا انه جمهوري في العديد من المرات كانت عندكم لقاءات في الموضوع هذايا. فما نقطه وقع إثارتها مؤخرا، وهي مقترح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري أنه بعض رجال الأعمال المتورطين أو المشتبه في تورطهم يقع إبرام صفقات معهم على أساس أنهم يقدموا دعم للتنمية في الجهات وإعادة دورة الاقتصاد للجهات خاصة داخل الجمهورية. شو رأيك أنت في المقترح؟ أنا ضد المقايضات. أنت غلطت ولا أجرمت ما نعرفش هوكا باش نسامحك ندرج تعمل. لا لا لا، إذا كان فما واحد أخطأ يجب أن يحاسب، ولكن زاد يجب أن لا نرتهن الناس بدعوى الأخطاء. إذا فما أخطاء في إطار الشفافية إخويا يحاسب ويدفع ما عليه، أو المهم الإجراء المطلوب يقوم به. أنا بالنسبة لي أعتقد بأن البلاد التونسية عندها انتظارات كبيرة من الحكومة. هالانتظارات هذه مثلا غلاء المعيشة. احنا عشنا في الايامات الاخيره زياده في سعر المحروقات، وعشنا اضرابات متاع التاكسيات واللواجات وغيرها وسيارات التعليم السياقه وغيرها، وتذمر كبير. ليش؟ لان الطاقه تدخل في انتاج كل المواد، وبالتالي الرفع في المستوى متاعها يساهم في الرفع من مستوى الاسعار. التوانسه ما كانوش يستناوا من الحكومه اجراء لالهاب الاسعار اكثر من اللي هي لاهبه. فلما واجهناهم بانه البترول راهو ما زادش في المستوى العالمي قالوا ايه لكن القمح زاد. يعني زاد القمح تزيد في البترول. وانا سمعت في تصريح في اذاعه من الاذاعات، ما نعرفش اذاعتكم ولا اذاعه اخرى، رئيس اتحاد الفلاحين يقول راهو بالنسبه لنا الكلفه نتاع المنتوج الزراعي 60% منها للمحروقات. فبالتالي انت وقت اللي تزيد في المحروقات تزيد في كل المواد. به اليوم في النهار اللي انا نتكلم فيه اليوم 20 مارس فما الدعم، موضوع صندوق الدعم اليوم 20 مارس مستوى البرميل في العالم هبط الى 108. هي المفروض الدولة تقول باهي ورخص، وبالتالي أنا باش نوفر على المواطن، لكن في الحقيقة متأكدة اللي مش باش يقع التخفيض. السبب أن الحكومة داخلة في سياسة استهلاكية واسعة، وكل المداخيل متاع الجباية ما هيش كافية، وبالتالي ومش كافية للاستثمار. هذا معنى قاعدة ماشية كلها في سياسة استهلاكية. واليوم نظرا أن صندوق الدولة قاعد يفرغ، هما مضطرين إلى إجراءات من نوع الترفيع في باش يعبي شوية من هاك الصناديق. هذه ما هيش سياسة صحيحة. شوف الشباب في تونس وقت اللي في شارع الحبيب بورقيبة، شارع الحبيب بورقيبة اللي هو ما يوازي لاباستي في فرنسا، يعني مهد الثورة. يجي الشاب قدامنا يحرق نفسه، ومن غدوة 4 شباب يلتحقوا به بنفس الطريقة. وقت اللي نشوفوا مأساة الشباب التونسي اللي ماشي لسوريا، وقت نشوفوا الشباب التونسي في لامبادوزا، بعد عامين من الثورة نتأكدوا بأن اليأس اللي دفعت التوانسة باش ينتفضوا في عام 2011 2010 2011 إلى حد الآن مازال متملك الشباب. وهوني الانتظارات متاع البلاد. سي نجيب، لو كان تصحش نسألك سؤال عزيز برشا على القوى الحاكمة في تونس. لو كان جيتوا انتم في الحكم كنتوا تنجموا تعملوا ما خير؟ هو قالوا لو كان سكت لك حجيت. جيت باش نقول لك شنو هي المشكلة. ايوه، المشكلة هي التوظيف الأفضل ليش لموارد الدولة من ناحية، وتعبئة الموارد الخارجية للبلاد التونسية من ناحية أخرى. ايش معنى الكلام هذا؟ احنا عندنا تقريبا 16 مليار 17 مليار مداخيل الجباية، وعندنا 3 مليارات تقريبا مداخيل غير جبائية، معنا من الشركات القومية وكلها الوطنية وإلى آخر العمومية. طيب، وإحنا الآن
قاعدين نصرفوا فك 17 مليون لول 17 مليار دينار لول قاعدين نصرفوا فيها على الجرايات وعلى صندوق الدعم وعلى كذا، يعني قاعدين نهزوا فيها في مصاريف استهلاكية. والشيء اللي يبقى تاع المداخيل غير الجبائية غير كافي، لا لتخليص خلاص الديون اللي هي 4 مليارات ونص، هو 3 مليارات اللي يبقى 4 مليارات ونص وما يبقى حتى شيء للاستثمار المقدر ب5 مليارات. فالسياسة هذه مش سياسة صحيحة. السياسة تفترض أنه هالموارد هذه نعيد توجيهها لخلق مواطن شغل منجم. يلزم استثمارات عمومية ضخمة في الطرقات تخلق آلاف وعشرات الآلاف من مواطن الشغل، في التجهيزات العمومية من سبيطارات ومدارس وكل ما تحتاجه المناطق من تنمية. إلى جانب ذلك عندنا موارد خارجية. تو يجي واحد يقول أنا مانيش باش نخلص الديون متاعي، شكون مازال باش يسلفك؟ تو أنت تخلص باش تبني دار ولا تبني معمل، بعد ما بنيت المعمل تقول لا أنا أخويا مانيش باش نخلصك. هذه ما تصيرش، معناته هذه تفقد ثقة المستثمرين في البلاد التونسية. فبالتالي يلزمنا نبعث برسائل تاع جدية في علاقتنا مع العالم الخارجي، لأن تونس عندها رصيد إيجابي باش يرجع الصورة الإيجابية، ونجموا نقترضوا أموال باش نخلقوا مواطن شغل منتجة. فالمسألة هي مسألة اختيارات. الاختيار اللي ماشي عليه الحكومة غلط وما يحل حتى مشكلة، بل يزيد في المشاكل. الشيء لو كان جينا احنا كنا نوجهوا مداخيل الدولة المحلية ونعبي مداخيل خارجية ونوجهوها في استثمارات منتجة، خلق مواطن شغل تنتج الخيرات وتخلق اللي يسميه السيركل فيرتيو نتاع شيء يخدم شيء. واضح. شكرا لك سي نجيب الشابي، بارك الله فيك، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري. ميرسي كنت معنا اليوم في الانترفيو، بارك الله فيك. كثر خيرك. يعيشك. شمس FM بودكاست.